تخطت المعارك بين الثوار وكتائب القذافي الحدود الليبية غربا لتصل التراب التونسي. أذهب داخل الأراضي التونسية، لكن قذائف الكتائب سقطت عليها خلال قصف من معبر وازن الحدودي. أهمية هذا المعبر دفعت بالمواجهات إذن إلى ما بعد الحدود الليبية. حدث ذلك في خضم المعارك التي دارت بين الكتائب والثوار للسيطرة على معبر وازن. عناصر من الكتائب كانت تسللت إلى داخل الذهيبة بأسلحتها، ما دفع الجيش التونسي وسكانا من المنطقة إلى ملاحقتها وإلقاء القبض على سيارات محملة بالعناصر والأسلحة. هذا التطور يدفع البعض إلى التساؤل عن مغزى قصف الذهيبة ودخول عناصر من الكتائب إليها، وهل المقصود به توريط الجيش التونسي في النزاع الليبي، بينما يحصر آخرون ذلك في دائرة المعارك الجارية بين الثوار والكتائب وامتدادها بشكل طبيعي إلى هذه النقطة التي أعاد الثوار السيطرة عليها بعد معارك كر وفر عنيفة مع الكتائب. جبهة نازفة أخرى، جبهة مصراتة، عدد من المدنيين قتلوا في القصف الأخير على مناطق سكنية في المدينة. فالكتائب التي طردها الثوار بأسلحتهم البسيطة من وسط المدينة ما زالت تستهدف بعض أحيائها بالقصف من مواقعها المحيطة. الخطر على حياة سكان المدينة الذين يعانون بالأصل وضعا إنسانيا سيئا ما يزال موجودا، لكن الثوار الذين يعززون مواقعهم يخططون كما يقولون للتحرك باتجاه مواقع الكتائب في محاولة لتطهيرها ودرء خطر قصفها المستمر للمدينة. وبعضهم يقر بأن وقف هذا القصف لا يمكن أن يتم إلا عبر حلف الناتو وتحركه العسكري ضدها. لكن الناتو لا يزال يتحدث عن صعوبة في استهداف قوات القذافي حول مصراتة بفاعلية بسبب تعمدها التموضع وسط المدنيين.